ازيكم يا اجمل متابعين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كل سنة وكلكم طيبين. النهاردة عملت وصفة كده. هي كانت فكرة جوزي بصراحة، وبعدين قلت لما احب انفذها اشوفها هتطلع ايه. هي وصفة او فكرة تورتة، بس من غير دقيق ومن غير بيض ومن غير تسوية فرن. يعني مش هنستخدم فرن خالص. كمان مكوناتها بسيطة، هتلاقيها في كل حتة. يعني مش لازم تروحي محلات الحلويات عشان تجيبي ده حاجة التورت ومش محتاجة بقى لا قمع ولا مضرب كهرباء ولا الكلام ده كله. هي تورتاية اهي، شايفينها؟ تحفة تحفة تحفة. عايزة اقول لكم تنفع تورتة للمبتدئين، تنفع حاجة حلوة كده ما تاخدش وقت تتعمل وتتاكل على طول. تنفع برضو فكرة من حلويات رمضان. يعني تنفع يعني تنفع في كل وقت تعمليها كده وتاخديها هدية لأي حد. تحفة جدا. وبالذات احنا دلوقتي ما بنبقاش بنحب نجيب حاجات من بره، بنحب كل حاجة نعملها في البيت. فتعالوا نعمل تورتة سهلة وسريعة. وعاملاها من ايه بقى؟ من اكتر حاجات الاطفال بتحبها. من ايه؟ من الكيكة الهوز والكيكة التوينكز. اكتر حاجات الاولاد الصغيرين بيحبوها. يعني مش هقول لكم فكرتها دلوقتي غير لما نشوفها في الفيديو. هي فكرتها سهلة وبسيطة. بس كل اللي انا استخدمته علبة كيكة توينكس وعلبة كيكة هوز، والعلبتين اسعارهم يعني عادية جدا. ب 14 جنيه او 15 جنيه العلبة، فما مش مكلفة خالص. كمان الكريم شانتيه موجود في كل حتة، حتى عند اي سوبر ماركت. ومش محتاجة حاجة خالص، ولا فرن بوتاجاز بقى ولا اي حاجة. تعالوا نشوف القنبلة دي اتعملت ازاي، وكمان نشوف واحنا بنقطعها يبقى طعمها حلو ولا وحش. يلا تعالوا نشوف مع بعض. بس قبل ما ابتدي الفيديو، ما تنسوش بقى لايك بسرعة اسفل الفيديو للوصفة، شير كمان مع اصحابكم. كمان ما تنسوش السبسكرايب على قناتي ريهام صبحي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم اشعارات باي فيديو جديد انا بعمله. وتعالوا مع بعض نشوف وصفة التورتية التحفة دي. حاجة محتاجينها كريم شانتيه. ممكن تجيبيه خام من عند بتوع الحلويات، وممكن تجيبي اكياس كريم شانتيه جاهزة او الويب كريم وتضربيه. طبعا لو كريم شانتيه عندك باودر هتحطي له لبن ساقع او مية ساقعة. كل كوباية كريم شانتيه هتحتاج كوباية من السوائل، سواء مية ساقعة او لبن ساقع. فانا حاطه ربع كيلو. بس انا طبعا التورته ما خدتش ربع كيلو، بس انا عملت بزياده. فانت ممكن تحطي كوبايه او كوبايه ونص من كريم شانتيه، وتضربيه عادي باللبن الساقع او بالميه الساقعه. وبعد كده، ولو جايباه خام هتحطي له سكر بودره. وعندي هنا ده تمن شوكولاته خام بيضه. دي يعني حاجة كده تركة زيادة، وممكن تستغني عنها لو مش موجودة. شوكولاتة خام بيضة بتدوبيها على حمام بخار أو بخار مية يعني مغلية. وبعد كده تضيفيها للكريم شانتيه. التكة دي بتخلي الكريم شانتيه متماسك، وبتخلي طعمه حلو جدا، وبتخليه كده مختلف شوية. فدي لو بتزوقي تورت اعملي كريم شانتيه. بعد كده سيحيله شوكولاته بيضه على حمام مائي. وبعد كده ايه ضيفيها لما تبرد شويه، ضيفيها للكريم شانتيه واستمري في الضرب. تمام. بعد كده ما بنخلص ضرب الكريم شانتيه بتلاقي تضاعف حجمه. بنسيبه في التلاجة يسقع شويه عقبال ما بنجهز بقيه المكونات.
كده تمام. عايزه اوريكم بعد كده شكل الكريم شانتيه. حاولي ما تزوديش السوائل فيه، خليه متماسك شويه. هنا بقى بدوب بعمل صوص شوكولاته، ودي حاجه برضو، دي حاجات زيادات ممكن ما تعملهاش، ولو عندك صوص شوكولاته جاهز استخدميه. دي برضو مكعب شوكولاته خام اللي هو تمن يعني، على ربع كوبايه لبن، وعلى نار هاديه جدا. ابدأي دوبي كده ايه الشوكولاته الخام الشوكولاته الخام الغامقه في اللبن. وبس بقت صوص شوكولاته حلو جدا. برضو سيبيه جنبك كده يهدى شويه، عشان ده هنعمل له تاتش في الاخر بس مش اكتر. يعني المتوفر عندك في البيت استخدميه، مش متوفر الغيه خالص. دلوقتي بقى جبت حله بقى اللي هي بتتقفل وتتفتح. انا كان عندي الشريط ده اصلا من التورت يعني. بيغلفوا بيه التورت دلوقتي في المحلات، فهو كان موجود عندي. لو مش عندك خلاص برضو. لو مش عندك الصينيه اللي بتتفتح استعملي طاجن بايركس، استعملي اي صينيه. عندي علبة كاملة من الكيكة الهوهوز، ودي كانت عاملة 15 جنيه، وعلبة كاملة من الكيكة التوينكز وكانت عاملة 15 جنيه. خلاص. الموضوع كله مكلفنيش 30 جنيه، وكريم شانتيه مثلا تمن او مثلا ب15 جنيه كريم شانتيه. فالموضوع كله 45 جنيه، حاجة بسيطة يعني. ادي كده فكينا كل الكيكة التوينكس وفكينا كل الكيكة الهوز. ودلوقتي عندي الكريم شانتيه مسك نفسه شوية في التلاجة، عقبال ما جهزنا صوص الشوكولاتة والحاجات دي. وطبعا ادي الصينية ما فيهاش اي حاجه. هتدهني الطبقه الارضيه بحته كريم شانتيه كده، عشان تثبتي عليها اول طبقه اللي هي التوينكس. طبعا ممكن تعملي اي كيكات، يعني ممكن اي اكتر انواع كيكات جاهزه موجوده بتحبيها استخدميها. ممكن كمان تعملي بسكوت. بنحاول بقى نغطي الطبقه الاولانيه بالكيكه اللي عندنا، نغطي الفراغات يعني. بعد كده بروح حاطه طبقه من الكريم شانتيه، بس بخليها طبقة سميكة شوية، وبغطي كل الفراغات، وبديها سمك وارتفاع عشان في الآخر تبان الطبقات فوق بعض كده. بعد كده بعد ما حطيت الكريم شانتيه جات لي فكرة كده ان انا كان عندي شوية مكسرات، فرحت طلعت وقلت اطحنهم على السريع كده واحطهم، بس مش عايزاهم مطحونين ناعم، مش بودرة يعني، لا انا عايزاهم متكسرين بس. يعني كبشة لوز، حبة سوداني كده في ايدك كده قليلين. يعني من كل حاجة كده معلقتين كبار. يعني اي حاجة متوفرة عندك. ممكن لو حطيتي حبة كريز، حطيتي فاكهة، حطيتي مثلا فواكه مجففة، اي حاجة. مكسرات برضو اي حاجة. احنا دلوقتي في شهر رمضان وناس كتير عندها مكسرات، فبن ايه يعني بنحط كده حبة كده، تدي طعم وتدي، بتخلي الكريم شانتيه يعني فيه قرمشة كده حلوة. خلاص. ولو اولادك مش بياكلوا المكسرات والحاجات دي والعين الجمل لانه مغذي جدا، آم، اعمله لهم، حطه لهم في وسط الحلويات هياكلوه. بس بغطي عليه بس طبقة كده بسيطة من الكريم شانتيه عشان اثبت فوقيه الكيكة الهوهوز. مش قادرة اقول لكم التورتة دي كان طعمها ايه. طعمها رهيب. يعني احلى من ان انت تعملي التورته او بدقيق سبونج بقى، او احلى اصلا من التورت الجاهزه. طعمه حلو قوي قوي قوي. عجب اولادي جدا لان هم بيحبوا جدا الهوهوز والتوينكس. ف بصراحه كانت حلوه جدا، تحفه. في عزومه بقى جامده، لضيوف جاتلك جامده، تحضريها بسرعه، يعني حاجه حلوه. غطيت بقى طبقه من الكريم شانتيه تاني، برضو خليتها طبقه تخينه شويه. ومن على الوش بقى ايه، زوقي زي ما انت عايزه، حطي اي حاجه. انا عشان كده عملت صوص شوكولاته، قلت هزوق بيه من على الوش عشان يعني دي اكتر حاجه احنا بنحبها، ولايقه جدا مع التورته دي. يعني التورته دي خلتني بصراحه كل ما افكر اعمل تورته استسهل واجيب كيكات واعملها تورته. بصراحه حلوه جدا. هنا صوص الشوكولاته فضيته في كيس بالشكل ده، وهفتح فتحه صغنطوطه خالص في الكيس، وعلى طول هزوق بيه. يعني لو انتي ما بتعرفيش تزوقي اي حاجه بسيطه تتعمل.
انا عملنا شويه الدوريات دول كده. طبعا اي غلطات كده في الدوريات دي طبعا انا عارفه انها مش منتظمه، بس كله هيتدارى، كله مش هيبان. وطبعا دي حاجه كده سريعه يعني. وبعمل كده خطوط كده بالخطوط اللي هي الماربل دي بالخل عندك او بعود الشيش طاووق. وبس كده خلصنا. اعملي اي تزويق انت يعجبك، ممكن كمان تزوقي بالكريم شانتيه من فوق، تعملي فستونات كده شكل التورت يعني، يعني براحتكم. بعد كده برضو جبت باقي المكسرات اللي انا كنت دقاها دي، حطيت بقى شوية في النص كده على الجوانب كده، برضو غطيتها بحبة مكسرات كده. هي لايقة جدا لحلويات رمضان، لايقة جدا لحلويات سريعة، لايقة جدا ان انت تعملي تورتاية سريعة. فحلوة قوي، بسرعة بسرعة رجاء يعني بليز انزلي اعملي لي لايك اسفل الفيديو عشان الفيديو يتشاف. تاني حاجة، لو انت مش مشتركة في قناتي وبالصدفة شفتيها، بليز اعملي سبسكرايب لقناتي وادخلي شوفي الفيديوهات جوه. هتلاقي فيديوهات كتير جدا، اكتر من 400 فيديو وصفات اكلات حلو وحادق في منتهى الجمال، ووصفات ناجحة جدا. تمام كده عملناها. بعد كده ما اكتفتش بكده بس، كنت سايبه كيكايه كده بره زياده، رحت قسماها بالنص وحطها من فوق عشان اقول لكم ان دي كيكه الهوز والتوينكس. زي ما انتوا شايفين كده تحفة. انا سبتها في التلاجة، مفيش يعني وقت قصير، نص ساعة ولا حاجة تتماسك. لو مش عايزة تسيبيها في التلاجة تتقدم على طول، تتقدم هيبقى الكريم شانتيه كده حلو كده، مش متماسك، هيبقى حلو. لو عايزاه متماسكة وتتقطع قطع لازم تدخل التلاجة الاول. هنفتحها بقى ونشيل الشريطة دي عشان دي بتساعدني ان ايه الدنيا ما تتبهدلش والطبقات تحتفظ بايه بشكلها. خلاص. وطبعا الشريطة اللي انا عاملاها دي كده حاجة ديكور يعني. ادي كده فكينا الشريطة وفكينا اللزق كده. بصوا بقى الطبقات، التوينكز والكريم شانتيه والهوهوز وطبقة كريم شانتيه التانية، تحفة تحفة تحفة. شكلها حلو قوي يعني، مزوقناش الجوانب، سيبناها زي ما هي، حلوة جدا. بس عايزة اوريها لكم بعد ما قطعتها كل طبقة كده لوحدها. بصوا تاكلوا بقى كده ايه، الكيكة دايبة كده، تحفة، كأنك عاملاها كده ايه، محدش يعرف كده كيكة سبونش دي ولا ايه. يعني بصوا حاجة جامدة يعني. تحفة جدا، والطبقات متماسكة وحلوة. كفاية طعمها حلو جدا وان هي سريعة جدا. ما تنسونيش في اخر الفيديو لايك وشير، شير كتير، وسبسكرايب لريهام صبحي. ميرسي جدا على المتابعة. اشوفكم في وصفات حلوة كتير وجاية. اكتبولي في الكومنتات رأيكم في الوصفة دي، وباي باي.